الو. ايه يا باشا؟ انا في السكه داخل على سعادتك، بس الدنيا زحمه جدا. ما تمشي يا حمار. ده واحد يا باشا معطل الدنيا بس غبي قوي. انا دقيقتين بالظبط وابقى قدام سعادتك. ماشي يا ماشي يا باشا. السلام عليكم. مع السلامه. صباح الفل يا باشا. صباح الخير يا سيف. قول قول. خير يا باشا. شوف يا سيف، أنا اتولدت وعشت عمري كله وقضيت خدمتي في الأرياف. معروفة إن الأرياف دي فيها مشاكل ياما، لكن في الآخر بنقدر نوصل للي ببيتها. ليه؟ في عوائل كتير كل عينة ملزمة إنها تجيب لك المجرم اللي أنت بتدور عليه. يا باشا، ما أنا عارف الكلام ده كله، ما أنا خدمت في الأرياف. المصيبة بقى هنا في مصر، البحر الغويط اللي احنا اترمينا فيه ده. لما يكون انا عاوز اقبض على مجرم اعمل ايه؟ احط على راسي مشنة واضرب الودع والف الاسواق كده اقول الحقوني بالمجرم اللي انا بدور عليه؟ مشنة ايه يا باشا؟ ما احنا عندنا هنا المخبرين والمرشدين بتوعنا، وانا اول ما استلمت سعادتك قعدت معاهم وظبطت كل حاجه. رجاله يا باشا ما تقلقش. ايوه سيب بس انا قلقان. انا كنت فاكر ان النقل بتاعي دي ترقية يعني، ما طلعش ترقية ولا حاجة، طلعت مصيبة وطبلت على دماغ أم اللي خلفوني. ليه يا باشا كفالة الشر؟ في بنت مذيعة اسمها أمل مجدي، تعرفها؟ أمل مجدي؟ والله يا باشا أنا طول النهار والليل في الشارع ما بتفرجش على التلفزيون. مالها يا باشا؟ ساكنة في فيلا جنبنا هنا. قال إيه؟ في حرامية طبوا عليها تحت تهديد السلاح في قلب الفيلا بتاعتها. أشفطوها، خدوا منها لبسها وخدوا منها مساغها وهدومها، وجايه لي بقى هنا تخبط على المكتب. هتفضحني في البرنامج بتاعها لو انا ما مسكتش دول ورجعت المسروقات، والا حضرتها هتبلغ جناب الوزير شخصيا بالموضوع. احنا مش بنتهدد يا باشا، تقولي اللي هي عايزه تقول، احنا طالما بنشوف شغلنا بما يرضي الله محدش يهددنا. بس يا سيف بس انت ما انتش عارف حاجه، انت لسه حديث. الاعلام ده بيبقى عاوز جنازه ويشبع فيها لطم. اكيد اللطم ده هيوصل لجناب الوزير، وجناب الوزير هوب يروح مشيعنا احنا لحلايب وشلاتين. عملها قبل كده. وعلى ايه يا باشا ده كله؟ واحنا قصرنا في حاجه لا سمح الله؟ يا ابني انت ساكت، ما انتش عارف حاجه. الوزير الجديد ده لسه متعين بقاله شهرين، يعني غرباله مشدود لسه، والشده دي اكيد هينوبنا منها جانب. راجل مؤذي بعيد عنك، بيصحى الصبحيه بيمضي 6 7 دفاتر جزاءات بس. واحد عقيد صاحبي كان شغال معاه في الخدمه هو اللي حكى لي عن بلاويه. طب امرني يا باشا. شوف يا سيف، انا كلفت الرائد فتحي ان يشتغل على الموضوع بتاع العيال الزفت دول، بس انا طالب منك ان انت تكتفه تشتغل معاه. عاوز الموضوع ده ينتهي النهارده بالليل قبل الساعه 10. اشمعنى قبل 10 ساعات؟ عشان سخام البرك البرنامج بتاع ست المذيعه هيذاع الساعه 10. لو احنا ما قفشناش العيال دول وقلنا لها، هتبقى الحكايه البنا ببقها بقى تتشدى بيها زي ما هي عاوزه، وتبقى فضفضه وفضيحه. الو. ايوه يا باشا. ها تمام يا باشا تمام. سيف انسى كل اللي انا قلته لك ده. سياده الوزير عنده بكره اجتماع في القريه الذكيه. عاوزك تمشط القريه وتمشط كل اللي حواليها زي ما قال الكتاب بالظبط. مفيش لا عربيه راكنه ولا عربيه واقفه ولا موتوسيكل، بالذات الموتوسيكلات من الفجريه تكون واقف مع الضباط في قلب موقف سياده الوزير زي النهار كده. حاضر يا باشا.